هاي شنو؟ تخيل تقعد الصبح تلقى حكومة البلد مالتك من شكله وانت ما عندك اي علم وكلك خير يا ابو الخير ولا ننقبل دون ايش ما قلنا وحكينا. هاي شنو؟ منو هذا؟ جاي يصير؟ ايه يا الله، حتى انا صوت وياكم يا الله. ايه تصفق طفر سوي لك فعاليه، احرق الدنيا، ذب لك طقطاقيه، سوي اي شيء. وبعد ما صار مصطفى سند وزيرا للاتصالات انا ما اعرف شنو اللي راح يقدمه لهذا البلد، ولكن انا اعرف شغله واحده فقط وهي انه احنا تخلصنا من الحظر. وزيرتنا السابقه حذفت حتى التول موجوده بالاوت، فانت في فتره 8 الى 8 ساعات عندك فقط الاوت مشي بيها حالك يا حبيبي. شلون تعرفون حال البلد منتهي؟ من هذه الاشكال. تخيلوا هذا صار وزير الاتصالات، هذا اليومية يتعارك بالسوشيال ميديا ويغلط على العالم بالتيك توك. ما عندي كل فكرة نهائيا شنو مقصد هذا الإنسان، أنه هو دائما يسوي مشاكل بالسوشيال ميديا، ولكن نحن متيقنين به كإنسان وكوزير جيد. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما يحذف الحساب مالتي لأنها، ولو أنا شاك أنه أنت تقدر تحضر القناة مالتي، وإذا تريد تحضر القناة مالتي لازم تحضر اليوتيوب كله. هل فعلا ألغى وزير الاتصالات الجديد مصطفى سند ميزة الأضحكني من فيسبوك كأول قرار؟ خلال الساعات الأخيرة انتشرت معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي تقول أنه وزير الاتصالات مصطفى سند أصدر قرار بإلغاء ميزة الأضحكني من الفيسبوك. انه بحذف الاضحكني، عارفين كلنا حذف الاضحكني اللي انا استعمله الوحيد من اطب للفيس. لا 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 مستحيل اصدق هاي الشغله بالذات يستحيل انه اصدقها. النائب مصطفى سند سابقا، الوزير وزير الاتصالات مصطفى سند الان يلاحق نور زهير. يعني شو تريده؟ تريده نينجا، تريده مقاتل، تريده ساموراي، تريده وزير للاتصالات، تريده يصير بالخبزه؟ الا هاي كلش صعبه، وهاي مستحيل تصير مره ثانيه. هو واحد بس، واحد بالعالم كله، عود يجي واحد ثاني مثله هاي نسوي. وبالنهايه احنا متيقنين بالاستاذ مصطفى سند خيرا للعراق، وان شاء الله ياخذنا من احسن الى احسن. ويا ريت لو ما يحضر حسابي من وراء هاي النكات والطرف، يعني مقطع ان شاء الله يكون مضحك. وهاي أسمع الناس يقول لنا